السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. هنعمل ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل كده البامية بلحمة بس على طريقة الزمن الجميل، وخلينا نقول على بركة الله. وأول حاجة عندنا هنا قلنا بامية مظبوطة، يعني بصلاية محترمة، يعني دول كده بصلتين كبار قوي. عندي هنا 3/4 كيلو طماطم معصورين، وعندي طبعا البامية مغسولة وبصفيها، وقلت طبعا أشوح اللحمة على بال ما الباميه تتصفى كويس، وبعدين عشان اكسب وقت ابدا اقمع الباميه لما احط اللحمه على النار. عندي اللحمه بتاعتي اهي، واول حاجه هعملها كده هنروح على البوتاجاز ونقول على بركه الله. اول حاجه هعملها كده، عندي هنا معلقتين سمنه في الحله سخنتهم، وهنزل بالبصلايه. انا بحب اشوح البصله الاول للباميه، يعني اديها لون خفيف كده زي داخل على الذهبي. كده اهو البصله كده يا دوبك رايحه على الذهبي. هنزل بقى باللحمه كده واشوحها تشويحه قويه قوي مع البصله عشان تديكي شويه باميه مظبوطين. وطبعا احنا لو قلنا باميه يعني طماطم، ممكن بس احط في الاخر معلقه الصلصه دي للون مش اكتر، لكن هي الباميه طماطم هتبقى بيها احلى اكتر. هنزل كمان بنص معلقه فلفل اسمر صغيره، وخلي بقى النار عليا طول ما انا بشوح لحمه. هخلي لاي حاجه بقى، لتحمير لاي حاجه، عشان اخد لون وطعم كويس قوي لازم اخلي النار عاليه عليها، بس تبقى ايدي فيها رايحه جايه، لكن ما وطيش النار وانا بشوح لحمه. خلاص كده انا شوحت اللحمه تمام كده لمده ربع ساعه كامله، بس طبعا ايدي رايحه جايه فيها اخدت اللون خلاص اللي انا عايزاه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالطماطم. بسم الله. هختار بقى اعلى نار عندي في البوتاجاز علشان الطماطم الاول تاخد لون تسبيكه حلو، ما ينفعش العين الوسط اللي هي محطوطه عليها. هختار العين الكبيره واحط عليها الباميه. اول ما تبدا تاخد لون معايا حلو هوطي بقى عليها النار. طبعا انا اللحمه دي يعني عشان متعوده على نفس الجزار بتاخد من ساعه لساعه وتلت سوا على النار قبل ما اضيف الباميه. طبعا كل واحده مثلا عارفه ان اللحمه اللي عندها بتاخد قد ايه وقت على النار. انا دي يعني هتاخد كده حوالي ساعه وتلت في الصلصه بس، من غير اضافه الباميه، عشان اخد شويه لحمه كده مظبوطين جوه الباميه، تكون دايبه، ما تكونش طبعا بتشد ولا حاجه، لان دي ما بتتسلقش الاول. ودي احسن حاجه واطعم حاجه للباميه، ان اللحمه تتشوح وتتحط تستوي جوه الصلصه. هنا كده بقى بعد ما مر ربع ساعه على نار عاليه، ده كده بيكون منظرها خلاص كده هي بدأت تاخد لون كويس. هعمل ايه؟ هوسط بقى النار عليها كده ربع ساعة، هسيبها بقى لمدة ساعة كده، ساعة وشوية صغيرين، لحد ما احس ان اللحمة يعني بدأت تخش في السوا. وبعد كده هنضيف البامية. نيجي بقى لتقميع البامية. بامية ويكا او بامية مثلا، اي نوع بامية عايزاه يتقمع معاكي بسرعة، او عايزة الويكا ما تفرش معاكي، اغسليها من قبلها بيوم وحطيها في التلاجة في المصفى، هتبصي تلاقيها اتقمعت معاكي بكل سهولة. نيجي بقى لتقميع البامية. بسم الله. كل ما كانت البامية ناشفة معاكي كل ما اتقمعت بسهولة، بس دي حقيقة يعني مغسولة من شوية صغيرين. مر ساعة وربع كده بما فيهم ربع ساعة التشويح، كده اللحمة بدأت تخش في السوا. يعني دلوقتي انا اديتها ساعة وربع على النار. هنزل طبعا بالبامية. بسم الله. كده بقى هقول ايه؟ ينزل طبعا هي محتاجة حاجة فوقيها. هنا بقى لو انا ما عنديش شوربه هنزل عليها كمان، لازم يكون الشوربه اللي فوقيها او الصلصه لازم تكون اعلى من كده، لان خلاص هي طبعا اللحمه بدات تتشرب من الصلصه اللي حواليها، وده كده مش هيسوي الباميه كويس. انا هنا عندي مج شوربه سخنه اهو هنزل بيه. لو ما عنديش شوربه هنزل بميه سخنه، وهضيف كمان معلقه صلصه من المعلبات، وهسيبها على نفس النار الهاديه لمده نص ساعه. انا كل ده ما اضفتش الملح، ما بحطش ملح غير في الاخر خالص علشان اللحمه ما تاخدش وقت. حتى لو ما يعني حتى لو حطيت الملح واللحمه مش هتاخد وقت، هتبقى وانتي بتاكلي كده بتشد، فانا بخلي الملح اخر حاجه احطها.
خلاص كده انا حطيت الباميه. هوسط بقى النار عليها واسيبها زي ما انا قلت كده لمده نص ساعه، بس مش هخلي برضو النار هاديه قوي، يعني هخليها وسط كده. خلاص كده الباميه بدات تخش هي كمان في السوا. التقديحه بقى بتاعت الباميه عندي هنا نص قرن فلفل حار، عليه 5 فصوص توم يعني مضروبين في الكبه كده كويس قوي. نص قرن فلفل بس حار مع 5 فصوص توم. يعني هي كده فاضل لها مثلا 10 دقايق وهطفي عليها. انزل كمان بنص معلقه ملح، نملح بقى خلاص، مع برضو شويه فلفل اسمر صغيرين كده، ربع معلقه مش كتير عشان الفلفل الحار. الباميه ما بتاخدش بهارات كتير. ونقلب كده بقى ونسيبها برضو لمده 10 دقايق على النار، برضو على نار هاديه. وبعد بقى ما حطينا دقه الفلفل والثوم نشوف ايه اخبار الباميه كده مره 10 دقايق. يا سلام على العيق بتاعها ولا الصلصه وجمالها في البصله. كده بقى نقول تمام. بعد ما حطينا الدقه بتاعتنا وخلينا الباميه تجيب كده ريحتها اخر الشارع، نطفي بقى عليها النار. وبعد بقى ما خلصنا كده شويه الباميه المظبوطين جدا اللي بطعم الزمن الجميل، نشوف بقى كده سوا اللحمه بتاعتنا. الله، دايبه دوب كده، حلوه قوي حلوه قوي حلوه قوي ومظبوطه جدا، وبترجعنا للزمن الجميل كده، ايام ما كنا بنسوي اللحمه جوه الاكل وكانت بتخلي الاكل له طعم تاني. ولو عجبتك بقى القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.